ازاي انا اكون تيم؟ دي نقطه نقاش شويه. يعني ايه بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش بنتكلم غير لما نناقش بعض بشكل كويس. مثلا احنا دلوقتي عايزين نكري التيم، نعمل تيم كويس. في عندنا عشان نكون اي تيم لازم نفهم حاجه، لازم نفهم ايه السينرجي. مصطلح السينرجي هي مصطلح يعني هو بيشرح فكره التيمز عموما، اللي بيقول لك ان سلوك العناصر المنفرده غير سلوكهم مع بعض. وده مصطلح مشهور في الكيمياء. عندك حاجه زي ايه؟ عندك الاكسجين حاجه يعني هو هو غاز له سلوك معين، له خصائص معينه تخصه. نفس الفكره الهيدروجين لما بيجتمعوا مع بعض بيكونوا الميه ليها خصائص تانية خالص. فانت كده في التيم كل فرد بره التيم له سلوك معين، له خصائص معينه. لما بيجتمعوا مع بعض كل الخصائص دي بتتغير وخاصيه واحده للتيم كله. السينرجي هي عباره عن، هي دي الحاجه اللي يعني المصطلح اللي مبني عليه اي تيم. فانت لما تيجي تعمل اي تيم لازم تراعي النقط بتاعت، يعني تراعي المبدا بتاع السينرجي عموما. تمام. فاول نيجي نتكلم بقى، السينرجي عباره عن تعاون، والتعاون هو تحول جهود فرديه لمنتج جماعي. حلو. حلو. ده نفس مبدا السينرجي. لو التعاون ده ايجابي بينهض بالمكان، لو سلبي بيدمر المكان. فادي اول حاجه في التيم لازم نحطها في دماغنا احنا بنبني. ازاي نبني تيم؟ سنة يعني بالظبط 65 خرج واحد اسمه دكتور اسمه تاكمان. كان دكتور في الام اي تي او ام اي تي اللي هو المعهد بتاع مش فاكر اسمه، كبير جدا في امريكا هناك. كان دكتور في علم الاجتماع. الدكتور ده يعني كان عنده سؤال يعني ملخبطه، احنا ازاي اعمل فريق ناجح بحيث نكبر شغلنا وننهض بمؤسسة. فهو حب يحط قواعد بعد دراسة كتير عشان تبني أي مؤسسة بيها أو أي تيم بيها. القواعد دي تكمن عملها وأصبحت من القواعد الأساسية في بناء أي تيم. حتى أي حد بيدرس يعني بيدرس في المجال ده ممكن يبقى سمع عنها، أو أكيد في ناس يعني اللي مهتمين بالجزء ده بيركزوا على الموديل بتاع تكمن. فهو حدد لنا 5 قواعد، 5 مراحل بيتبني بيهم التيم. أول حاجة هو الفورمينج، أنا أشكل تيم. بعد ما أشكلهم بيحصل يعني صراع بينهم وستورمينج، يبدأوا بقى في الصراع والحاجات دي كلها. ده من ضمن المراحل. بعد كده بيتأقلموا ويحصل نورمينج زي الفور. تمام. يتأقلموا بعد الصراع. لما يتأقلموا يبدأوا بقى يعني يعملوا برفورمينج، في أداء بيظهر الحمد لله. وبعد كده اللانش. دول 5 قواعد، هم كانوا 4 لحد سنة حاجة 90. بس اللانش دي اتضافت عليهم بعد يعني كإضافة جديدة بحيث إن مفيدة فعلا. تمام. تمام. هنبتدي في كل قاعدة ازاي انت تبني تيم. أول حاجة هو الفورمينج. احنا في عندنا في الفورمينج أنا عندنا حاجتين لازم نتفق عليهم. في أعراض للمرحلة وإيه واجب القائد يعملوا إيه. أول حاجة الناس دي جديدة ما يعرفوش بعض، ففي بينهم يعني مرتبكين في التعامل. الحاجة دي مش متعودين بشكل صح. تاني حاجة بيحصل لا مبالاة، تلاقي في ناس بتطنش وناس لأ. ده في مرحلة التشكيل. بعد كده في ناس بتنفر من الكلام، في ناس بتتمادى، في ناس بتتمرد. ده الأعراض. نيجي بقى المفروض القائد يعمل ايه؟ القائد أو المفروض يبدأ يقاوم الأعضاء دي بحيث ان هو يعني يكتر مثلا من ان هم يحاول يخليهم يتعرفوا على بعض، يحاول يبين لهم القواعد بتاعتهم، يعرف كل واحد الدنيا، اللي هو يحط لهم قواعد عامة يمشوا عليها. فالتقويم هيخليهم اللي هم يعني مفيش الارتباك يقل واللامبالاة تقل. بعد كده في عندنا ايه؟ في عندنا اللي هو الضبط. ان بعد كده ان النفور ده هيخلق مشاكل، فانا لازم احط قواعد صارمة اللي ما يحصلش نفور في التيم بتاعي.
عن طريق مثلا قواعد أبسط حاجة في حاجتين، قواعد إنك تجازي المخطئ وتكافئ اللي كان مصيب. الضبط حاجة مهمة جدا لو أنت عايز تضبط التيم، فأنت تقوم بعد كده تضبط. لو المرحلة دي خلصت بأعراضها هيظهر مرحلة جديدة اسمها إيه؟ ده اسمه ستورمينج، مرحلة الصراع والاختلاف. المرحلة دي من أصعب المراحل على أي تيم، لأنها لو اتدارت غلط التيم كله وقع. هنا بقى بيزيد اختلاف الأشخاص، تمام؟ يبدأ كل واحد فيهم يعني يختلف برأيه، ممكن يكون جماعة حزب جنبه كذا ناس تسمعه، فيبقى الموضوع اتقسم مجموعات ومجموعات يعني مختلفة. بس ده كله اختلاف عادي. امتى يبقى غلط؟ لو حصل بينهم تنافس، مش في الشغل، تنافس في ذاتهم. يعني انا مش عايز ده يقعد، فانا هبتدي اعمل له مكايد، ابتدي اوقعه، اسقطه عشان الدنيا تستريح. فالستورمنج فبيحصل في دي اول حاجه اختلاف، بعد كده يبدا تنافس. ده كله بيكون تمرد بقى، تلاقي التيمات ضربت في بعض والدنيا بقت سداح مداح خالص، في خناقات، في حوارات كتيره بتحصل. فمرحله الصراع دي هي مرحله اساسيه في اي تيم، ممكن الطريقه تختلف بس هي نفس التصنيفات. طب المفروض القائد اللي ده يعمل ايه؟ القائد المفروض اللي هو يبدأ يشتغل على الأحزاب الصغيرة دي، يحل مشاكل كل تيم بحيث الاختلاف اللي بينهم فكريا يروح. اختلاف فكريا في الشغل مش في حياتهم الشخصية، دي حاجة. فيحل المشاكل دي كلها، بعد كده يدي لكل واحد يعني الجوب تايتل بتاعه، يقول له انت عندك 1 2 3 انت بتعمل كذا كذا كذا. بالاصح يحجم كل واحد. مثلا انا واحد فرونت اند مثلا، يعني انا في شغلي بعمل اليوزر اليوزر انترفيس اللي بيقابل بالمستخدم. فمثلا جه واحد لقيت باك اند جاي كان ليه يعني بنختلف في حاجه في اليو اي. طب ده مش الجوب تايتل بتاعه. فلو الكوماندر هو القائد كويس، فيبدا يقول له لا ده شغله كذا وانت شغله كذا، فمش هيحصل الاختلاف ده اصلا. تحديد ادوار العمل ده بيمنع اختلافات كتير، بيحجم كل واحد في مكانه. تالت حاجه، خلاص احنا حالين اول اتنين، اللي نهتم بالانشطه. لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه روح في التيم عموما. حتى مثلا اجتماعات كتير، حاجات مثلا فاني بتحصل، يعني بنعرفهم على بعض، نوريهم يعني الحاجات اللي هم مشتركين فيها، بحيث ان احنا نكسر ال3 حاجات اللي في المرحله دي، بحيث ان احنا نطلع بالفريق بتاعنا. حلو حلو. الصراع خلص الحمد لله. الحمد لله. نيجي بقى اللي بعد. الناس بدأت تتعود. نورمان، الناس بدأت تتعود خلاص من مراحل المرحلة دي. فيها 3 حاجات بتبدأ تحصل بعد الصراع. الناس بدأت تفهم بعض، دي حاجة جميلة. بعد كده بيبدأوا يتعاونوا، ان هم يعني بيبدأ في تعاون عشان يخدموا المصلحة بتاعة التيم. بعد كده تلاقي في الالتزام ظهر، ناس ملتزمة بتاسكاتها، يعني ملتزمين يعني نحو بعض. فالحاجات دي كلها يعني دي من خصائص المرحلة دي. القائد برضو مش ما ينفعش يسيب الحاجات دي تخسر، يعني ايه، سيبها كده مع نفسها. ان لو سابها كده كل حاجة تتهدم تاني. الحاجات دي لسه في بدايتها فممكن تقطع. فهو عنده حاجتين. اول حاجه اللي هو يشجع ال3 حاجات دول اللي هتحصل، ويطب يعني ويكرر الحاجه اللي كانت بتحصل في ايه، مرحله الصراع. تكررها عشان يزود العلاقه بين التيمز عموما، ويخلي الدنيا زي الفل. ويبدا يراقب عشان لو حد يعني انحرف عن الخط ده نبتدي نقومه بسرعه عشان نحافظ على التيم. احنا ظبطنا ال3 مراحل الحمد لله. نيجي بعد كده المرحله اللي بعد كده بيرفورمينج. الحمد لله احنا ناس نضجت، لغوا مشاكلهم، عرفوا يشتغلوا في تيم الحمد لله زي الفل. هنا بقى في حاجات كتيرة بتحصل، من أكترها إن دي مرحلة الحصاد زي ما بتقال. ليه؟ لأن التيم أمام مشي بأغلب المراحل بتاع تكوينه، و
ومرة يعني والمراحل اللي كانت توقعه خلته أقوى، فده زودهم قوة. فبالتالي بقى في نضوج ذهنيا عند كل واحد فيهم بدوره، بدور التيم، يعني بالكلام كل ده. بدأوا يحفزوا بعض، بدأوا يشتغلوا في شغل يعني بطريقة أحسن. بدأ في نوع من الألفة تحصل. فده كده كله كويس جدا. فبيظهر بعد كده نتائج الأهداف اللي احنا كنا محددينها. عشان لكل تيم لازم يتحط له هدف في الأول. حلو. حلو. بعد كده القائد المفروض دلوقتي يبدأ يعمل حاجة اسمها تفويض. تفويض ده يعني يحاول يدي حاجة اسمها ديليجيشن. ده اللي هو أنا مثلا فرونت اند مثلا في مكان، الليدر مثلا يطلب مني تاسك اللي انا اراقب على حته تانية، مثلا تاسك مش عندي في الجوب تايتل بس تاسك واداري لحد ما. ده الديليجيشن، ده التفويض، بيخلي الناس اللي ايه تبدا تتعلم ازاي تدير الحوارات دي كلها، بحيث ان ممكن حد فيهم يدير تيم بعد كده. فده لازم يحصل في اي تيم. بعد كده يشجع خلصنا الهدف بتاعنا، اللي عنده افكار يلا نبتدي بقى نشتغل مع بعض على ابتكارات، نخلي الناس تخلق فرق جديده، تخلق افكار جديده او فرق جديده نبتدي نشتغل معاهم. بعد كده نمكنهم بقى من الموضوع ده، مثلا ندي بوزيشن اعلى لاي حد فيهم كويس، ممكن نمسكه تيم، الحاجات دي كلها. فالمرحله دي هي احسن مرحله في التيم كله. لحد هنا، لحد سنه مثلا 92 كان التقنن موديل كان لحد هنا. بعد كده اتضاف له المرحله الاخيره، اللانش. اللانش خلاص، احنا الناس اشتغلت مع بعض والناس بقت جميله. في الشغل شغال، الناس شغاله يعني في كل واحد شغال مع نفسه، مفيش مشكله، ومعتمدين على بعض. المرحله دي احنا خلاص وصلنا لاخر الطريق. احنا نعمل ايه؟ احنا كده تمينا الهدف بتاعنا. بندي صلاحيه للناس اللي عايز يمشي يمشي، تمام، او ندخل ناس جديده ندربهم، تمام، ونشجع ان يمشي يعمل فرقه جديده او ينضم لفرقه جديده. فبالتالي احنا انت كان ذاكر موارد بشريه، يعني عايز تكسب فلوس تهتم بالافراد، ما تهتمش بالمشاريع. الفرد قادر انه يخلق لك فلوس، ودي لها موضوع كبير بس مش هنتكلم فيه خالص. فالحاجات دي كلها بتخلي الشخص يعني لويال للتيم، لويال للمكان، انك بتشجعه. الحاجات دي تفرق جدا معاه. في مرحلة اللانش انت لازم تسيب الدنيا تمشي. يعني ايه؟ انت اطلق سراحهم وخلاص اتعلموا، وهات غيرهم وعلمهم. اللي انت اطلقت سراحهم دول هيجوا عليك بفايدة بعد كده، وهتعرف ده. وشجعهم ان هم يعملوا يعني تيمز مع نفسهم، يعملوا الحاجات دي. ده بتقويك انت في الاول وفي الاخر، اللي انت يعني انت كليدر، انت الجاد فازر لكل ده. حلو. دي حاجة مهمة جدا لأي ليدر. لازم يقدر الفريق كله بشكل عام، ويقدر مجهوده، ويقدر الناس المتميزة بشكل خاص. معنى تكريم المتميز ده حاجة لازم لابد منها عشان يكمل في تميزه، وغير المتميز يحاول يتنافس انه يبقى متميز. دي حاجة بيقع فيها ناس كتيرة مننا، وأولهم كنت أنا السنة اللي فاتت.